القضية الفلسطينية بدونها مزايدات. دور المغرب بين الثقة الأمريكية وصخب الحملات الإعلامية المغرضة، بقلم الأستاذ فتح شاطر. وقبل المتابعة لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ماذا يعني أن يقف رئيس أمريكي بحجم دونالد ترامب أمام عشرات القادة في واشنطن وفي لحظة سياسية حساسة ليخص المغرب بكلمات شكر علنية ويضعه في قلب مجلس السلام الجديد؟ في السياسة الدولية لا تقال الكلمات عبثا ولا تمنح الإشارة الرمزية مجانا. حين يصدر الثناء في هذا المستوى فهو يعكس حسابات دقيقة ورسائل موجهة وتوازنات ترسم بعناية خلف الأبواب المغلقة. السؤال الأعمق ليس لماذا شكر الرئيس ترامب المغرب، بل لماذا الآن؟ ولماذا تزامنت هذه الإشادة مع تصاعد نبرة الهجوم الإعلامي على الرباط في بعض العواصم والمنابر؟ وهل نحن أمام لحظة إعادة تشكيل أدوار إقليمية في ملف بالغ الحساسية مثل غزة، أم أمام صراع مكتوم على النفوذ وعقود الإعمار وشرعية الوساطة؟ لنفهم المشهد يجب أولا أن نضع العاطفة جانبا وننظر إلى الوقائع. الثقة الأمريكية في المغرب ليست وليدة اجتماع عابر ولا مجاملة دبلوماسية عابرة من إدارة أمريكية أيا كان اسمها، إنها نتيجة مسار طويل من التراكم الاستراتيجي. المغرب راكم عبر عقود صورة الشريك المستقر، الدولة التي تلتزم بتعهداتها والتي تفضل العمل الهادئ على الضجيج الإعلامي. مشاركته في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مناطق متعددة من إفريقيا إلى البلقان لم تكن استعراضا رمزيا، بل مساهمة فعلية في عمليات معقدة تتطلب انضباطا وخبرة ميدانية. ثم هناك البعد الأمني، التعاون بين الرباط وواشنطن في ملفات مكافحة الإرهاب والتنسيق الاستخباراتي معروف في الأوساط المتخصصة، وغالبا ما يشار إليه كنموذج للشراكة العملية. هذا النوع من العلاقات لا يبنى بالتصريحات بل بتبادل المعلومات والالتزام طويل الأمد والقدرة على التحرك المشترك في لحظات الأزمات. حين ننتقل إلى ملف غزة تتضح الصورة أكثر. المنطقة الخارجة من حرب مدمرة لا تحتاج فقط إلى بيانات تضامن، بل إلى هندسة أمنية دقيقة وإلى آليات استقرار وإلى بنية إنسانية عاجلة. إعلان المغرب استعداده للمساهمة بقوة ضمن ترتيبات الاستقرار وإرسال عناصر مؤهلة وإنشاء مستشفى ميداني لتقديم خدمات طبية عاجلة يعكس انتقالا من منطق الخطاب إلى منطق الفعل. وهنا يكمن الفارق الذي يصنع الثقة الدولية، القدرة على تقديم التزام قابل للتنفيذ لا مجرد موقف سياسي. لكن لماذا أثار هذا التحرك كل هذا الصخب؟ لأن ملف غزة لم يكن يوما مجرد قضية إنسانية أو سياسية فقط، بل هو أيضا ساحة تنافس إقليمي حاد. إعادة الإعمار تعني مليارات الدولارات وعقودا ضخمة في البنية التحتية والطاقة والإسكان، وكل دولة تطمح إلى موطئ قدم في مرحلة ما بعد الحرب تدرك أن الحضور في مرحلة الاستقرار يمنح أفضلية في مرحلة الإعمار. وهنا يدخل البعد الاقتصادي على خط تحليل. دول مثل تركيا بنت خلال السنوات الماضية شبكة شركات مقاولات عملاقة تنشط في العالم العربي، وأي عملية إعادة إعمار تمثل فرصة استراتيجية لها. كذلك لعبت قطر دورا بارزا في ملفات الوساطة والتمويل في غزة، ما منحها حضورا سياسيا وإعلاميا واسعا. أما الجزائر فقد جعلت من القضية الفلسطينية محورا مركزيا في خطابها السياسي للاستهلاك الداخلي والخارجي. في هذا المشهد المعقد دخول المغرب بثقل واضح وبدعم أمريكي علني يعيد توزيع الأوراق. فجأة لم يعد الملف حكرا على وسيط واحد أو محور بعينه، لم يعد الحضور في غزة مرتبطا فقط بالتصريحات النارية أو الحملات الإعلانية، أصبح مرتبطا بقدرة الدولة على تقديم نموذج عملي يحظى بقبول دولي. الهجوم الإعلامي الذي تصاعد ضد الرباط يمكن قراءته في هذا السياق. في كل تحول إقليمي كبير تتأثر مصالح أطراف اعتادت موقعا معينا في المعادلة. حين يتغير التوازن يكون أول رد فعل غالبا عبر الإعلام، حيث تخاض المعارك الرمزية قبل المعارك الدبلوماسية، غير أن الضجيج الإعلامي لا يغير بالضرورة موازين الثقة التي تبنى على الأرض. ما الذي يكسبه المغرب من هذا الدور؟ أولا تعزيز صورته كشريك استراتيجي
استراتيجي لا يمكن تجاوزه في ترتيبات الأمن الإقليمي. ثانيا، تقوية موقعه التفاوضي في ملفات أخرى، إذ إن الثقة تترجم عادة إلى دعم سياسي واقتصادي في قضايا موازية. ثالثا، ترسيخ صورته كوسيط توافقي قادر على الجمع بين علاقات متوازنة مع أطراف متعددة. ورابعا، فتح آفاق لشراكات اقتصادية وأمنية طويلة الأمد. لكن المكاسب تأتي مع مسؤوليات. الانخراط في ملفات معقدة مثل غزة يضع الدولة تحت مجهر إقليمي ودولي. أي تعثر قد يستثمر سياسيا من خصوم أو منافسين. لذلك فإن النجاح في هذه المرحلة يتطلب إدارة دقيقة للتوقعات، وشفافية في الأدوار، وقدرة على الموازنة بين البعد الإنساني والحسابات الاستراتيجية. في النهاية، ما يحدث ليس مجرد إشادة عابرة من رئيس أمريكي ولا مجرد حملة إعلامية عابرة. في المقابل، نحن أمام لحظة إعادة تموضع إقليمي، حيث تنتقل غزة من ساحة حرب إلى ساحة إعادة تشكيل نفوذ وتحالفات. وفي مثل هذه اللحظات تختبر الدول، هل تكتفي بالشعار أم تقدم مشروعا عمليا؟ هل تراهن على الخطاب أم على الفعل؟ المغرب اختار أن يضع اسمه في خانة الفعل، والسؤال الذي سيحدد شكل المرحلة المقبلة ليس فقط كيف سيدار ملف غزة، بل كيف ستتفاعل بقية القوى مع هذا التحول. هل سنشهد منافسة بناءة تصب في مصلحة الاستقرار، أم صراعا مكتوما لإعادة خلط الأوراق؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة، لكن المؤكد أن ميزان الأدوار في المنطقة لم يعد كما كان.